السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا امال سليم. هعمل معاكم النهارده المنين بالعجوه والملبن وساده. بجد كان في منتهى الجمال. النتيجة كانت روعة روعة جدا. شايفة هش ازاي بيدوب دوبان. جربيه هيعجبك وهتدوقي احلى منين ما دقتهوش قبل كده. ملهوش علاقة يا جماعة باللي بنشتريه جاهز ده خالص. جربيه هيعجبك جدا. مش عايزة اطول عليكم، ندخل في الموضوع. بس ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، ولو اول مرة تدخلي القناة اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس علشان توصلك وصفاتي. اوعي تنسي. 4 كوب دقيق، كوب سمن، نص كوب زيت، نص كوب لبن، 2 معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة ينسون، ومعلقة صغيرة شمر مطحونين نص طحنة كده، رشة ملح، 3 معالق كبيرة سمسم، 2 معلقة كبيرة ماء زهر، ربع كوب ماء دافئ، معلقة ونص صغيرة خميرة فورية. يلا نبدأ ونقول بسم الله. هضيف الدقيق في إناء كبير وعليه السمسم واليانسون والشمر والبيكنج باودر ورشة الملح، يعني كل المواد الجافة والسكر. وهبتدي أحضر الخميرة. كنت مجهزة ربع كوب ماء دافئ بسيط، وأحط عليه الخميرة وأقلبها كويس ومعلقة سكر صغيرة. بعد كده هسيبها على جنب وهرجع للمواد الجافة تاني. أقلب الدقيق والحاجات اللي حطيتها معاه كويس قوي، وانزل على الدقيق بالسمن والزيت، وابتدي اشرب الدقيق بالسمن والزيت كويس جدا جدا. والخطوة دي مهمة قوي، لازم تتأكدي ان كل الدقيق اللي عندك اتشرب من المادة الدهنية. خدي وقتك خالص في الخطوة دي عشان تضمني نتيجة حلوة. بعد كده بضيف عليهم الخميرة والم العجينة. بعد كده هنزل باللبن اللي يدوب دافي بسيط، ما ينفعش يكون سخن والا هيوقف عمل الخميرة. هنزل شوية شوية وابتدي ألم العجينة. دلوقتي هضيف معلقتين كبيرة من ماء الزهر، بتديها ريحة حلوة قوي. وهضيف باقي اللبن وهلم العجينة كويس. شايفة العجينة ناعمة وحلوة ازاي؟ دلوقتي هغطيها ببلاستيك ستريتش وهسيبها لمدة ربع ساعة تلت ساعة، مش اكتر من كده. وادي العجينة بعد ربع ساعة بقى شكلها كده. في
في الوقت اللي كانت فيه العجينة بترتاح كنت بحضر العجوة، حطيت عليها معلقتين من الزبدة السايحة وعجنتها وبقت بالقوام اللي انت شايفاه ده، ودي خطوة مهمة عشان ما تنشفش معاكي. والملبن نفس القصة، ضفت عليه معلقتين من الزبدة السايحة وعجنته معايا عشان ما ينشفش جوه المنين وهو بيستوي. وحضرت لبن وسمسم هيتضافوا على وش المنين بعد ما يجهز، وصينية مدهونة بالزيت. دلوقتي هبتدي اقطع المنين. هاخد جزء من العجينة وافرده على مفرش سيليكون او على اي حاجة مناسبة ان افرد عليها العجين، واخلي طبقتها رقيقة بالشكل اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. اهي بعد ما فردتها طبقتها رقيقة قوي. بعد كده هبتدي اسويها على شكل مربع او مستطيل بالشكل ده من الاربع اتجاهات. هكون مجهزة الملبن، هعمله كده على شكل اسطوانة واخده احطه على العجينة وابتدي الفها بالراحة كده لفة واحدة بس، يعني يدوب بقفلها من الناحيتين. بعد كده هقفلها كويس قوي عشان ما تتفتحش معايا في الفرن. اهو شايفة ازاي، واروح لفاها كده زي ما انت شايفة واقطعها. دلوقتي هدهن الوش باللبن وانزله في السمسم وارصها في الصينية. دلوقتي هاخد جزء تاني من العجينة وهنشوف هنحشيه بالعجوة ازاي. لازم تبقى العجوة معاكي ناعمة بالشكل ده عشان تبقى سهل انك انتي تعمليها بشكل اسطواني كده. وعملت نفس الخطوات اللي عملتها مع الملبن. ادي هي بعد ما الصينية عملتها بالعجوة والملبن. دلوقتي هاخد جزء تاني من العجين وهعمل لكم شكل تاني من المنين. الشكل ده انا شخصيا بيعجبني قوي. هاخد قطعة من العجوة، دي اسهل طريقة يا جماعة من اني افرد على العجينة،
وابتدي افردها كأني بفرد عجينة عادي خالص، وابتديت الفها زي ما انت شايفة كده، وهبتدي اقطعها. شايفة شكلها جميل ازاي؟ وابتديت ادهنها واعمل نفس الخطوات وحطيتها في الصينية. فاضل جزء من العجينة هعمله قراقيش سادة دلوقتي. على فكرة القراقيش السادة جميلة جدا، عملتها بالشكل ده، بتبقى عالية شوية. وادي المنين بعد ما طلع من الفرن رصيته وطالع بالشكل ده، بجد تحفة، جميل جدا. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ياريت تعملي لايك وشير للفيديو، ولو اول مرة تدخلي تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. بحبكم في الله، امال سليم.